المبادئ زي ما بنقول كده المظله الكبيره اللي بتحكم الكون كله. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وفيه المبادئ دي، ولو حصل تغيير في المبادئ ده بيأثر على الكون كله. زي الامانه، الامانه مش قيمه، يعني الامانه ديت قيمه زي ما قلنا هنعرف القيمه في حاجتين اتنين، تفضيلات شخصيه، خلصت بس. فقلنا الامانه مبدأ مش قيمه، لازم الامانه دي تكون موجوده. لو حصل خلل في الامانه الكون هيقع. خد بقى الغش والمحسوبيه، خد انت عينت شخص مثلا بالغش او محسوبيه او حاجه، الشخص ده هيأثر على كل واحد يجي يتعامل بعد كده. طب الناس بتكتسبها منين؟ عادات وتقاليد، ممكن مبادئ تختلف من شعب للتاني مفيش اي مشكله، انما القيم هي في حاجتين اتنين، تفضيلات شخصيه. عشان كده احنا عشان نحدد اهدافنا نحدد مبادئنا ولا قيمنا؟ قيمنا. وافضل شيء ان انت تعيش القيم اللي عندك وفق المبادئ. يعني ما تحطش قيمه عندك تقول انا عندي قيمه الغش، ده حاجه اساسيه لازم امشي بيها، امال هنجح في الامتحان ازاي؟ القيم بتختلف من شخص للتاني، ومش شرط ان ممكن واحد يبقى عنده القيمه عاليه جدا الصحه، وعلى فكره ممكن ما تبقاش عنده قيمه، يعني ممكن ما يكتشفهاش دلوقتي. القيم ممكن يتغير ترتيبها من وقت للتاني، يتغير ترتيبها من وقت للتاني عادي جدا.